تخصيب اليورانيوم، اللعبة اللي ممكن تفجر العالم. في كلمة بتخلي العالم كله يقف: تخصيب اليورانيوم. ليه؟ علشان دي اللعبة اللي بتحدد مين القوي ومين الضعيف. لما نسبة اليورانيوم 235 تكون قليلة يستخدم لتوليد الطاقة في المفاعلات، لكن لما توصل 90% يبقى سلاح نووي خطير. اليورانيوم معدن طبيعي، بس لما بيتخصب بيتحول لسلاح نووي في ايد اي دولة. الدول اللي عندها مفاعلات نووية زي ايران مثلا بتقول احنا بنخصب لأهداف سلمية، بس الغرب بيقول لا، دي نواياكم مش بريئة. أمريكا وإسرائيل متابعين إيران بالميكروسكوب، لأن لو إيران وصلت لنسبة تخصيب 90% يبقى سلاح نووي جاهز، وده معناه تهديد مباشر لإسرائيل وصراع جديد في الشرق الأوسط. ويا عالم مين هيتدخل بعدها. بالمناسبة الدول الكبرى كلها عندها سلاح نووي بس ممنوعة على غيرهم. يعني العالم بيلعب لعبة احتكار القوة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني ربنا بيغير أحوال الأمم. اللي يمتلك النووي النهاردة ممكن يتهدد بيه بكرة، واللي متغطرس بقوته ممكن يقع على وشه فجأة، علشان القوة مش دايمة والعدل في الآخر بيغلب. سلام.